يا حيوان نعم. تعالى يا عنتيل الحضانه، تعالى يا بويس، خش يا بويس اقعد اسمع يا بابا الفضيحه اللي انت عاملها لنا على الجروب دلوقتي. انا هتكلم على الجروب زي ما بتكلم في المدرسه، هتكلم على الجروب. لازم كل الامهات بعد كده تعرف كل تساعد حاجه. امك دلوقتي. انا لو بنتي عملت حاجه لازم حضن بنتي وبسها في الكلاس. انا ما اقبلش كده. يعني هي مش قابله ايه بالظبط؟ ان انت بوست بنتها وحضنتها، ولا انت عملت كده في الكلاس، ولا هي في ايه؟ تاخد مصر. بس يا ابني الموضوع لو عام انت فاهم الموضوع بيبقى رخم، يعني انت المفروض كنت تشوف لك مكنه، بس ما عليك. انا واحده منتقبه وجوزي ملتحي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا ابني، انت حمار. انا علمتك كده تروح تبوس واحده امها منتقبه وابوها شيخ؟ ما انت عندك بنات كتير في الحضانه. انا صرفي عليك كده ما ضاع الفاضي. ليه؟ وانا اولادي ما بيلعبوش مع الولاد، بناتي ما بتلعبش مع بويز. شو هذا؟ والله نفس المعنى. بنتي الكبيره اسالوا عليها في المدرسه في جريد 4. يا ابني جريد 4 دي ده يعني جري 400 متر. عارف انت النط 400 متر حواجز، فيها زيها بس بيقول عليها جري. ابني الكبير اسالوا عليه في جريد 5، لا بيكلم بنات جري ولا أكتر، بيلعب مع صح؟ بنات ولا بنتي الكبيره. وبنته الصغيره منبهه عليها كالمثل. لا ده احنا نوقف الريكورد بقى ونقعد انت عندها كام واد وبنت فيها يا ماما، ما تخش في التفاصيل، قصدي ما تقوليش تفاصيل. مخلفه، انا حره في ديني، انا ديني بيمنع الاختلاط. ولما دينك بيمنع الاختلاط بتودي بنتك لمدرسه مختلطه؟ انت مش في مدرسه مختلطه يا ابني. يا ابني ركز لي في التفاصيل يا ابني عشان اعرف اطلعك من الاتهام ده. انت حمار خالص كده. وانا ما بقاش كده اهو. ايه اخوها بقى؟ بص يا ابني، بص اقول لك على حاجه. انا حسب دلوقتي ما فهمت من الريكورد اللي هي بعتها ده، انت ما هي بتردح ماشي ما عليك، انما بعيدا عن الردح ده هي مش فاهمه هي زعلانه ليه. يعني انت هي عايز تفهم الغرض من البوسه. هل انت برضه البت وقعت فانت رحت شايلها حاضنها وبايسها عشان ما تزعلش وما تعيطش، ولا انت كان الموضوع فيه فيلينج، ولا انت عيل حيوان ولا ايه؟ انا مش فاهم. فتنطق يا ابني. وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده في الموضوع ده، مالوش دعوه ببنتي. بص يا ابني، بص انا مش هضربك. لا ما تخافش يا حبيبي، مش هضربك. بص يا ابني، انا مش هعمل لك حاجه عشان سببين. اول سبب عشان ولادي زعقت لامك، كنت عارف بقى اللي زعق لامك احنا بنعمل فيه. تاني سبب انها سيحت لامك وقالت اسمها دلال مواقع التواصل الاجتماعي. فانت بقى ايه، استنى كده عشان ابعت لها ريكورد غشيم، جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خش يا بابا هنا يا بابا. انت عارف بقى الموضوع عام، فاهم، في جروب وناس محترمة، فاحنا لازم نبدأ بسلام. واستنى يا انا والد عبد الرحمن. اللي عنده معزة يلمها، اللي عنده معزة يلمها. عرفني يبوس اللي هو عايزه. قصف ده قصف. وبنتك لو ما كانتش محترمة ما كانتش خليته يبوسها، تمام؟ يعني الموضوع حصل في الكلاس والكلاس كله شاهد. هل ده كان رغما عنها؟ شفت يا ابني، انت انا المفروض اشتغل المحقق كونان. انت يا ابني المفروض تجيب لي التفاصيل دي قبل ما توجه في الشتيمه. المفروض تقول لي في اصحابك شاهدين ان الموضوع كان برضاها ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انتشر بوست على الفيسبوك بيقول ان صاحبة التسجيل قالت ان اللي ردت عليها واحدة ست ومفيش اي راجل رد عليها لان الجروب كله ستات، وان الصوت بتاعها متسرب ومتفبرك واحنا بنساعد على انتشار الاشاعة. المهم ان ده فيديو ساخر عن الموقف، حبيت اوصل فيه ان احنا ما نصدقش اي حاجة، ولو حقيقي والست اتكلمت بطريقة وحشة فهي بتتكلم في الصح، ورد الراجل بيدل على انعدام الدين وعدم احترام بنات الناس وسوء تربية ابنه. ولو الموضوع حقيقي فاحنا ما نعرفش تفاصيل اسباب اي حاجة، فبلاش نظلم اي حد.